هذا إلياس بن صغير، واحد من بين أحسن المواهب اللي كاين في الدوري الفرنسي حاليا، وفرق كثيرة حاطين عليه العين. شكون هو هذا اللاعب وفين كيلعب وكيفاش وصل لهذا المستوى وكيفاش حتى قبل الدعوة تاع المنتخب المغربي؟ هادشي كامل اللي غادي نشوفو في هذا الفيديو. إلياس من مواليد 2005. إلياس تزاد في فرنسا وكبر في فرنسا. المسيرة الكروية تاع إلياس غادي تبدا ملي كانت عنده 5 سنين، وهنا غادي تسجل في أكاديمية كوغولينوا، وغادي ياخذ التكوين تاعو في هذه الأكاديمية حتى سنة 2016. هنا غادي ينتقل إلياس لفريق فريجو سانت رافايال اللي غادي يدوز معاهم عامين من 2016 حتى 2018، وغادي يعاود ينتقل من الفريق من جديد، ولكن غادي يبقى غير في الدوري الفرنسي بحكم انه باقي صغير وغادي يبقى قريب لعائلته. وهاد المره غادي ينتقل لفريق اكسان بروفانس، تا هما اللي غادي يدوز معاهم عامين. وفي هاد العامين إلياس غادي يتعلم مزيان مع الفريق وغادي يخرج كاع داكشي اللي عنده وغادي يبين الموهبه تاعو. ولكن ومع الاسف غادي توفى ليه الاب تاعو في سنه 2020 بسبب كوفيد. هادشي اللي غادي يخليه يبعد على الكره شويه ومشى لتونس، ولكن إلياس بقى خدام على راسو وكيتريني، ومن بعد شهرين غادي يرجع للفريق تاعو من جديد، ولكن هاد المره كان في الفورما اكثر من قبل وغادي يقدم معاهم مستويات كبيره وبين المستوى الكبير اللي عنده. وهنايا غادي تحطوا عليه العينين بحكم انه مازال صغير وعنده موهبه كبيره. ومن بين الفرق اللي كانوا مراقبينه كانت معهم اداره موناكو اللي غادي يحاولوا يتعاقدوا معاه. وبزاف منكم عارفين موناكو شحال من لاعب كبير خرج منها، وشوفوا غير النيفو تاع مبابي راه خارج من هذا الفريق. إلياس فجأة العرض من فريق موناكو، الأم تاعو غادي تقبل وغادي ينتقل إلياس لهذا الفريق في سنة 2020. إلياس مشى لموناكو باش يزيد يتعلم أكثر مع هذا الفريق. بدا كيلعب من الفئات السنية بحكم أنه مازال صغير، ومن بعد مدة قصيرة غادي يطلع الفئة الأقل من 19 سنة، مع العلم هو عنده غير 16 سنة فقط، ولكن كان لاعب موهوب وسبق الدراري اللي في عمره. إلياس في مدة قصيرة غادي يعاود يطلع الفريق الرديف لموناكو، وحتى مع الفريق الرديف غادي يبين إلياس الموهبة تاعو الكبيرة. هادشي اللي غادي يخلي المدرب تاع الفريق الاول يولي عيط ليه مره يتدرب مع الفريق الاول وباش نيت يولف الاجواء. إلياس غادي تجي الفرصه يلعب اول مباراه مع الفريق الاول. هنايا غادي يدخل وغادي يصدم كاع الجماهير بحكم انه دخل كبديل وقدر يسجل 2 الاهداف. هنا كاع الجماهير عرفوا باللي موهبه جديده جايه في الطريق، وغادي تخرج من نادي موناكو وكل شيء ولا كيتنبأ ليه بمستقبل كبير بحكم ان هذا الفريق كيخرجوا منه لاعبين كبار. إلياس من اول مباراه غادي يبدا يلعب اساسي مع فريق موناكو، حيت كل شيء كان كيشوف المهارات الكبيره اللي كانت عنده. إلياس في ذاك الموسم لعب 23 مباراه وسجل 4 الاهداف وحط 3 تمريرات حاسمه، ولكن ومع الاسف في الوقت اللي كان كيوجد الموسم الجديد إلياس غادي يتصاب، وغادي تصاب اصابه خطيره في الركبه، ولكن غاب غير 11 مباراه وعاود رجع من جديد لعب 2 المباريات مع الفريق. وهنا غادي يعيطوا ليه المنتخب الفرنسي الاقل من 19 سنه، ومع المنتخب الفرنسي إلياس غادي يعاود يتصاب اصابه جديده، ولكن هذه الاصابه كانت خطيره بزاف على الاصابه اللي قبل، وبعدت إلياس مده طويله وما رجع حتى ليناير 2024. وهنا اداره موناكو غادي تجدد مع العقد تاعو حتى سنه 2027. إلياس ملي رجع من الاصابه الاخيره ما لعبش بزاف، ولكن حاليا خدام على راسو وكاملين عارفين الموهبه الكبيره اللي عنده. إلياس الى حط راسو في كره بوحدها غادي نشوفوا نجم مغربي كبير في المستقبل. هادشي غادي تكونوا شفتوه في المباراه الاخيره اللي لعبها المنتخب المغربي. إلياس لعبها كاول مباراه ليه مع المنتخب وقدم مستوى كبير فيها وبانت الموهبه الكبيره اللي عنده. إلياس الى خدم على راسو غادي نشوفوه في نادي كبير. حاليا راه مازال صغير 19 سنه، راه بزاف تاع اللاعبين عاد كيتعلموا في هذا الوقت كرة القدم. خاصو فقط يحط راسو في كرة، حيت الموهبة ماشي بوحدها اللي ضرورية في الكارير تاع اللاعب، وانما خاص تكون حتى العقلية، حيت الموهبة ما كتسوى والو بلا عقلية. والا كانت عنده الموهبة والعقلية فغادي نشوفوا لاعب كبير في المستقبل ان شاء الله. دابا قولوا لي كيفاش جاكم الاداء تاع إلياس مع المنتخب المغربي في هذه المباراة الاخيرة. انا جاني ناضي، والا بقى بهذا المستوى غادي يهنينا من داك البوست بحكم الزلزولي ماشي لاعب اللي نقدروا نعولوا عليه 100%، وبوفال راه سالا توقشوا مع المنتخب ومبقى عنده ما يعطيه. خليو لي رأيكم في التعليق. كيف ديما كان معكم زويل صامد، هادشي اللي كان. تهلاو.